السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أحلى كنافة لأحلى متابعين. هنعمل كنافة بالمهلبية أو كنافة بالقشطة. جوسي وجميلة وحلوة أوي، هتعجبكم. عملنا النهاردة الكنافة. أول حاجة هنعملها المهلبية. نص كيلو لبن، حطيت عليهم معلقتين نشا. المهلبية ما بحطلهاش سكر، لان الكنافه بنسيها الشربات بتاعها. لو المهلبيه فيها سكر والكنافه شربت الشربات فهتبقى مسكره قوي قوي. او حسب ما انتوا عايزين، اللي بيحبها مسكره قوي يحط للمهلبيه سكر. خلاص نص كيلو اهو غليته وما شلتش القشطه بتاعته عشان يبقى بقشطته كده ويبقى حلو كريمي يعني وكده. فحطيت النشا. آه، قلبته. بصوا شايفين ازاي؟ مش هنخليه تقيل قوي، انا عايزاها كريمي، مش عايزاها المهلبية التقيلة، لا. خلاص هنقلبها كويس وهنسيبها تبرد. خلاص شايفين بقت عاملة ازاي؟ اهو كده القوام بتاعها، لان برضو لما بتبرد بتتقل كمان حاجة بسيطة يعني. احنا مش متقلين النشا قوي عشان ما تتقلش، مش مكترينه قوي. فالكنافة كنت حاطة ده نص كيلو، كنت حاطاه في الفريزر وطلعته. هو بفركه كده، انا مش عايزاها ناعمة قوي ولا عايزاها صحيحة يعني زي ما هي. فبن افركها شوية او اقطعها كده حتت بحيث ان هي ايه، تبقى متوسطة يعني، مش مفروكة في كبة ولا قوي كده، ما بتبقاش حلو. انا هنا برضو الكنافة، لو عندك سكر مطحون حطي معلقتين سكر مطحون. مفيش سكر مطحون، انا هحط لها هنا نص مج زبدة او سمنة حسب ما انت عايزة تحطي. وعندي الشربات لما بعمله بحطه في البطرمان اهو. الشربات احنا عملناه قبل كده، معلقتين من الشربات اللي انا عاملاه في البيت. ومثلا عندك المعلقتين اللي هو السكر المطحون، انا ما عنديش سكر مطحون فحطيت معلقتين الشربات. هنقلبهم كويس قوي لغايه ما تتشرب الشربات والزبده. هندهن الصينيه وندهنها كويس بالزبده او السمنه ونرص فيها الكنافه. شايفين الكنافه بقت متشربه الزبده بتاعتها وجميله حلوه ازاي؟ على فكره المعلقتين السكر بيدوها لون حلو برضو في التحمير لما بتدخليها الفرن. هنرص الكنافة. طبعا لازم نظبط الطبقة الأولى أكتر عشان خاطر المهلبية ما تنزلش تلزق، ولا يبقى في مكان انتي مخففة منه الكنافة فالمهلبية تنزل تلزق في الصينية. كمان بصوا بعمل الطروف بتاعت الكنافة بتاعت الصينية. بعملها بالكنافة عشان لو المهلبية وصلت برضو ما تتلسعش ولا تتحرق. خلاص كده هي عملتها وعملت الاطراف بتاعتها وضغطتها بايديا جامد قوي على فكرة، من غير ما استخدم اي حاجة تانية. بايديا ضغطت عليها جامد قوي قوي. وكده هحط المهلبية. شايفين المهلبية كريم ازاي؟ شايفين ما شاء الله. على فكرة طعمها تحفة وخفيف. انا بشوف ناس بتحط لنص الكيلو كنافة بتحط له ممكن نص كيلو زبدة، بيبقى تقيل قوي. مش عايزين حاجات كتير قوي فيه يعني، هو كده حلو قوي. سكره مش كتير. الزبدة يعني برضو نص مجة حطها له، حلو برضو مش كتيرة. هنغطي المهلبية بالشكل ده. مش بنضغط هنا عشان المهلبية، حسب ما انت عايزة. في ناس بتحط طبقة المهلبية وتدخلها التلاجة شوية وبعدين تيجي تحط طبقة الكنافة. لا، انا استخدمت على طول، عملتها على طول، ما حطيتهاش في التلاجة ولا حاجة. بس انا ضغطت في الطبقة الاولانية بتاعت الكنافة، انما دي لا، بالراحة عشان خاطر المهلبية. حطيناها الفرن. شايفين في الاطراف احمرت ازاي؟ كده معناها ان هي احمرت من تحت. الصواني دي معلش متحروقه من الفرن، لان انا الصواني دي بحبها قوي، قديمه قوي عندي، بس بحبها عشان ملهاش اطراف عاليه. بتحمر لي الحاجه حلو يعني. اي حاجه بحطها مخبوزات اي حاجه عشان ملهاش الطرف العالي بتاعها ده صغير يعني زي بتاعه البسبوسه واصغر كمان. فبتخليها تحمر بسرعه. لما الصينيه يبقى الحف بتاعها عالي
مش بتحمر الحاجة بسرعة، فبتضطري تشغلي الشواية. فالشواية بحسها ما بتديش اللون الحلو بحس هي بتلسع الحاجة، مش زي تحمير الفرن نفسها. فكل ما الصينية كانت ما كانتش عالية قوي، كل ما الفرن بيتحمر الحاجة. خلاص كده احمرت وقلبناها، دهنا الصينية كويس قوي بالزبدة، وقلبنا حطينا الكنافة كمان على الجنب التاني، وهندخلها الفرن دلوقتي اهو خلاص. وبعدين كمان طلعناها اهو، وبقى لونها تحفة وجميلة قوي قوي قوي. جربيها وهتعجبك، خفيفة قوي. ما حطيتش برضو في ناس بتحط على المهلبية كريم شانتيه والكلام ده كله، لا انا حباها خفيفة كده. وطبعا ده الشربات احنا قبل كده عملناه مع بعض لما عملنا الكنافة بالمانجا، فهنسقيها. طبعا الشربات كان عندي انا عاملاه قبل كده كان ساقع، والكنافة اول ما طلعت من الفرن على طول سقيتها الشربات. هغطيها بس دقيقتين. انا عايزه اقول لكم ملحقتش ان انا اصلا، يعني انا عايزه اغطيها والولاد عايزين ياكلوا منها. زميله مستني تحت، لا هاتي عشان عايز حته كنافه وننزل. قلت لهم هي على طول كده قطعتها سخنه. وحتى هتاخدوا بالكم ان المهلبيه جواها والقشطه سايحه كده، هتعجبكم قوي قوي قوي، وطعمها خفيف. كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب بخير. وحبايبي ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش حبايبي التعليقات جميلة واللايك. وكل سنة وانتم بألف خير، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. جربوها مش هتندموا، خفيفة قوي وسهلة وبسيطة. وشايفين بصوا المهلبية بتاعتها عاملة ازاي، شايفين القشطة عاملة ازاي، حلوة قوي. بصوا كده قطعتها هي وسخنة كمان، بصوا عاملة ازاي. كل سنة يا حبايبي وانتم بألف خير، يا رب تعجبكم. ودايما يا رب إن شاء الله الأمة الإسلامية بألف خير. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.